السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدي قناة كركوك الفضائية، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بصراحة معي أنا عمار الصالحي. حصر السلاح بيد الدولة، الدقة العشائرية، هل أصبحت هذه المفردات أقوى من الدولة والقانون؟ نرى اليوم الدقة العشائرية بدأت تأخذ مساحات أكبر حتى من سلطة القانون، خاصة في محافظات الوسط والجنوب. لها تداعيات سلبية انعكست على المجتمع والواقع في الداخل العراقي. مبررات تسليح العشائر، هناك الكثير من العشائر تطالب بالتسليح، تارة بحجة مقاومة داعش أو العصابات الإرهابية، ولكن نرى كثير من هذا السلاح أو البعض من هذا السلاح يكون ضمن الدقة العشائرية. الدولة دائما ما كانت تطالب بحصر السلاح بيدها، كونها هي السلطة الوحيدة التي يجب أن يكون السلاح بيدها حصرا. هذه المواضيع وهذه المحاور سوف أناقشها مع ضيوفي الأعزاء: الدكتور اللواء المتقاعد جودة جهاد، مدير مركز كركوك للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الخبير الأمني والعسكري لمدينة كركوك. حياك الله وأهلا وسهلا بك سيادة اللواء الدكتور جودة جهاد. أيضا ينضم إلينا من بغداد الشيخ غازي اللامي، الخبير في الشؤون العشائرية، ضيفا عزيزا علينا في برنامج بصراحة. حياك الله شيخ وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا علينا في برنامج بصراحة. حياك الله أستاذ عمار، وحيا الله ضيفك الكريم، وحيا الله مشاهديكم لك. خليني أبدي وياك شيخ غازي، وخليني أبدي المحور من حصر السلاح بيد الدولة. اليوم أكو بعض العشائر، هناك بعض الأصوات من قبل العشائر التي تطالب بضرورة تسليحها، خاصة في ما يخص مواجهة الإرهاب، وضرورة أن يكون حتى ولو بنسب قليلة من تواجد السلاح بيد العشائر. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني العشائر العراقية عشائر أصيلة تمتلك من القيم والأخلاق والأعراف والتقاليد تجعل من المواطن يأمن على وضعه وعلى علاقاته وعلى حركته. ولكن تلاحظ حضرتك أستاذ عمار، بعد عام 2003 حدثت الكثير من المتغيرات في المجتمع العراقي، وأثرت بشكل كبير على المنظومة القيمية والأخلاقية والأعراف العشائرية من خلال تشظي وتشتت وتوسع القبائل والعشائر العراقية. وبدأ هذا التوسع أثر كبيرا على الالتزام الأخلاقي والقيمي والأعراف والتقاليد، وأيضا دخول الكثير من المغريات على المجتمع العراقي والانفتاح بحجة الديمقراطية التي جاءت في كثير من السلبيات، كثير من الإشكاليات، وأصبحت يعني عملية الاحترام والانصياع إلى شيخ العشيرة أصبح ضعيف جدا ومقزز، ويحتاج إلى يعني عملية مراجعة كبيرة. قبل عام 2003 كنا نحترم أولا رب الأسرة، ويمتد هذا الاحترام إلى شيخ القبيلة، واحترام الأكبر سنا، واحترام الأخ الكبير. لكن اليوم هذه المتغيرات أثرت كثيرا على هذه التقاليد، وبدأت تجعل من عملية مسك الأمور بشكل قوي صعب جدا. يعني بعد ما صار بالعراق من أحداث ودخول داعش إلى العراق، كانت فتوى المرجعية بشخص السيد السيستاني أنه مقاتلتها، هذه الفتوى يعني كانت ذات أبعاد وطنية، ذات أبعاد جهادية. وبالتالي بعد الانتصار على داعش يفترض اليوم أن تكون الدولة هي الحاضرة، الدولة وقوانين الدولة والأعراف الدولية والقانون الدولي وقانون الحكومة
هو السائد اليوم، هو الذي يكون الفيصل في كثير من النزاعات، في الكثير من الاشكاليات، في الكثير من المشاكل، ولكن نعم. لاحظنا هناك نعم، ضعف وقصور. سيد غازي، سوف أعود إليك للتعقيب حول هذه النقاط التي ذكرتها، وخليني أكون مع سيادة اللواء الدكتور جودة. كل التقدير والاحترام لعشائرنا الكريمة من الشمال إلى الجنوب. سيادة اللواء، هل هناك مبررات لتسليح العشائر أو لإبقاء السلاح لدى العشائر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك ولضيفك الكريم ولسادة المشاهدين. يجب أن نعلم جميعا بأننا في الدولة العراقية جميعنا ننسل من أصل عشائري. نعم. والأصل العشائري معتمد على المبادئ وعلى ثقافات معينة ولها ترابط كبير وارتباط كبير بالجانب الديني. بالنسبة إلى تسليح العشائر، لم تكن تسليح حالة طارئة أو ظهرت في فترة معينة، وإنما هي موجودة منذ الأزل. إذا تسمح لي طبيعي أن نحكي شيء أو نسرد شيء من التاريخ. إذا عدنا إلى 1920 ثورة العشرين، العشائر شفنا اشتركوا بها وطلعت الأسلحة كلها من البيوت. إذا كانت هناك الأسلحة موجودة لدى العشائر، ولكن ليست باستخدامها في بعض الأحيان في بعض المناطق الموجودة في الوقت الحاضر. الدولة لها مقومات وإلها روابط وإلها أمور وأسس معينة، والعشائر الجزء الكبير من هذه الدولة لأنها جزء من الدولة. فهناك الأسلحة الموجودة لدى العشائر أيضا يجب أن نعود إلى أنواع الأسلحة الموجودة. هناك 3 أنواع: أسلحة ثقيلة، أسلحة متوسطة، الأسلحة الخفيفة، واللي تسمى الأسلحة الشخصية. فليست فقط في العشائر، وإنما نرى في المدينة في بعض في مدننا بأن كثير من البيوت المساكن تتوفر بها أسلحة خاصة لغرض الحماية الشخصية. إذا إن كان هناك أكو برنامج خاص لاستخدام السلاح وبموجب مسميات معينة وبموجب تسجيلات خاصة مثبتة لدى الدولة، وهذه الأسلحة موجودة لدى العشائر أو لدى المواطنين، فلا ضير في ذلك. أما إذا كان هناك استخدامها بشكل مفرط وشكل غير ملائم، قد تؤثر إلى الحالة المدنية للبرنامج الحكومي الموجود في الوقت الحاضر. نعم. شيخ غازي، هل يوجد مبررات لتسليح العشائر؟ يعني خلينا نحكي بصراحة. اليوم قد تكون هناك بعض العشائر، ورأينا هناك بعض شيوخ العشائر مثلا في محافظة كركوك أو محافظة صلاح الدين أو نينوى، هناك نوع من خطر تنظيم داعش الإرهابي أو المجاميع المتبقية من عصابات داعش الإرهابية، فطالبت بعض العشائر كونها قد تكون في بعض الأحيان خط الصد الأول بضرورة تسليحها. لكن ما هي المبررات للعشائر في الجنوب مثلا لتسليحها أو تزويدها بالسلاح أو الإبقاء على سلاحها؟ استاذ عمار، يعني موضوع تسليح العشائر انا ضد فكره، يعني حقيقه حتى اكون منطقي وواقعي واحكي بكل جرأه وشجاعه، انا ضد عمليه تسليح العشائر بالسلاح، لانه قد يكون وبالا ويكون خطرا على السلم الامني والسلم الاهلي والمجتمعي. وبالتالي تعرف اليوم خاصه في عشائرنا الوسط والجنوب هناك انتماءات الكثير من الاحزاب، انتماء الكثير من الفصائل المسلحه، الانتماء الكثير من الميليشيات، وقد يستغل هذا السلاح للنزاعات الخاصه، للنزاعات الجانبيه، بحجه انه مرخص من الدوله ومسموح له من الدوله، وبالتالي تكون هذه الفريه وهذه الكذبه هي غطاء لعمليه استخدام السلاح للتصارع ما بين القبائل. وشفت الاستاذ عمار في محافظه البصره عندما يكون هناك نزاع تستخدم كافه انواع الاسلحه الخفيفه والمتوسطه، وحتى تستخدم في بعض الاحيان تستخدم الاسلحه الكبيره والمؤثره والتي لها تاثير ليس على النزاع بين القبيلتين، وانما يمتد تاثيرها على المواطنين في الرقعه الجغرافيه في المنطقه، وبالتالي يكون ارهاب وتخويف وعمليه قلق للمواطن.
يعني وبالتالي هذا السلاح يجب ان يقنن ويجب ان يكون بأمرة الدوله وبموافقه الدوله. يعني مثل ما ذكر السيد اللواء انه في ثوره العشرين كان هناك يعني رقابه ومتابعه من الحكومه من الدوله في انذاك، وهي اللي تشرف على السلاح وهي تدقق السلاح. اليوم السلاح بيد حتى الصغار، بيد الاطفال، بيد الشباب المراهقين. يعني عندما يحدث نزاع ما بين عائله واحده يستخدم السلاح، هذا جدا خطر. اليوم نريد اليوم ما يعني نريد ان يكون هذا السلاح بيد الدوله، لان القانون يجب ان يكون هو السائد. يعني نعم قد تكون هناك احتياج لبعض بعض الحالات ان تساهم القبائل في عمليه الدفاع عن الارض، ولكن عندما تنتهي الازمه وتنتهي المشكله يجب ان يعني يعود السلاح الى الدوله ويكون في مشاجب الدوله وفي مخازن الدوله وليس في بيوت يعني ابناء القبائل، لان هذه مشكله صعب السيطره عليها. هذا واحد. استاذ عمار اكو نقطه جدا مهمه نحن نعم. نعاني منها، هذا الضرب جدا، هي مشكله الانفلات الامني، وبالتالي توفر مسببات هذا الانفلات من خلال المخدرات الموجوده التي تؤثر على القوى العقليه والتفكيريه للشباب الذين قد يكون السلاح بيدهم، وبالتالي هذا السلاح سيكون عمليه يعني قتل وعمليه. نعم. خليني اتداخل ياك شيخ غازي في نقطه مهمه. لو نترك تسليح العشائر، هل في رايك او هل انت مع سحب السلاح من العشائر؟ اكيد. يعني تعرف وزاره الداخليه في الفتره الاخيره قامت بعمليه اعلان عن مبالغ لانواع الاسلحه حسب يعني نوعيتها، الخفيفه والمتوسطه والثقيله وشرائها. هذا يدلل على ان هناك عمليه ضبط السلاح. لا نريد ان يكون انفلاتا امنيا، يعني لا يكون عمليه يعني هذا السلاح يكون هو خطر على حياه المواطن. يعني اذا كانت مع احترامي كل القبائل العراقيه بكافه مسمياتها، ولكن نحن نحكي عن جنبه امنيه، عن وضع امني خطر جدا اليوم. عندما يكون السلاح بيد العشائر معنى تعطي اشاره كبيره للقاصي والداني ضعف القانون في البلاد. لماذا نحن نمكن الاطراف الاخرى والعصابات والامور المنفلته ان تكون هي الفاعله في الساحه؟ لماذا لا يكون القانون هو الفيصل؟ لماذا تكون يعني دوائر الدوله الامنيه والقانون هي التي تعمل على نزع المشاكل؟ وبالتالي لاحظنا في السابق استاذ عمار عندما تحدث مشكله نلجا الى مراكز الشرطه، نرجع الى الدوائر القانونيه وهي اللي تحل الاشكاليه. اليوم اي مشكله تكون يعني تلجا الى العشائر، وبالتالي تعرف اليوم العشائر تضخمت وانشطرت واصبحت بيوتات. اليوم حتى البيوتات اصبحت صعبه جدا السيطره عليها، كل يشرف على مجموعه من الافراد يمتلكون السلاح، وبالتالي هي هذه الطامه الكبرى. اليوم نحتاج الى عمليه ضبط السلاح وعدم يعني اعطاء السلاح. وهذا اللي يخلي شيخ غازي مرات الكثير من الدقه العشائريه مع الاسف مثلا في الجنوب ان تمتد الى وقت اكبر وحتى ضحايا اكثر. خليني اعود مع الدكتور، ارجع لك شيخ غازي. نعم. اذا اسمحت لي نعم. الله يخليك. يعني احنا اليوم بدنا نتحدث يعني كلمه دقه عشائريه، ولكن من يفسر لنا موضوع الدقه العشائريه؟ خلينا نفهم الدقه العشائريه شنو؟ ما معنى المقصود من الدقه العشائريه؟ نعم. الدقه العشائريه سابقا كانت مثل جرس الباب اللي للتنبيه ما تحدث مشكله. يعني العشائريه اصبحت دقه قتال، عمليه حرق لبيوت، عمليه يعني ارهاب وتخويف للناس. مو هذا ليس دقه، هذا عمليه قتال، عمليه يعني زعزعه الامن. هذا الموضوع اليوم يجب ان يعني ننتبه له. نعم. نعم. وهذا الموضوع نحاول نركز بهذا المحور سياده اللواء. نعم. شلون احنا اليوم ممكن الدقه العشائريه بدها تاخذ مديات اكثر، ونلاحظ اغلبيه السلاح الموجود سلاح ثقيل قاعد يستخدم بهذه الدقات العشائريه. صحيح. ان عدنا للسابق مثل ما تفضل ضيفنا على الدقه العشائريه تسميه جديده ما نعم. كانت موجوده سابقا. والدقه العشائريه بمعناها هي نوع من الرعب وتخويف الاخرين، يعني الجهه الثانيه من العشيره الاخرى او من المواطنين.
هذه شغلة، هذه العملية لا تكون عملية صحيحة، وإنها تعتبر خارجة عن القانون. فإحنا إن أردنا أن نقلل من هذه يجب أن تكون هناك نوع من التوعية، وهذه التوعية تبدأ بالتوعية الشخصية، ثم يجب هناك أن تكون ندوات ومحاضرات معينة لتثقيف المواطنين ولتثقيف العشائر على ماهية الدقة أو على ماهية هذه الحالة، وما هي فوائدها وما هي محاذيرها. ثم يجب أن تكون هناك نوع من البرامج المعينة في الإعلام لغرض تثقيف الجميع على هذا الشيء. إن عملت كل هذه الأمور يجب أن تكون مطابقة إلى البرنامج الحكومي الخاص بتوحيد أو بجعل السلاح أو حصر السلاح بيده. البرنامج الحكومي حيطلب من عنده واجبات معينة للأجهزة الأمنية في كيفية تحديد بيانات معينة للمواطنين وللعشائر على هذه الأسلحة. فإذا إن كانت هناك هذه الأمور كلها تعمل، يجب عملها ببطء وبسلام وبتعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية لغرض إكمال هذه البيانات، ومن ثم تقسيم الأسلحة إلى نوعية أنواعها كخفيفة ومتوسطة وثقيلة. الأسلحة نرجع إلى الأسلحة الثقيلة إذا أخذناها. في مداخلة عذرا، هل اليوم الدولة قادرة على إيقاف الدقة العشائرية؟ هل اليوم الدولة لها القدرة على سحب السلاح الثقيل من العشائر؟ نعم تستطيع الدولة. الدولة لها مقومات مثل ما تحدثنا، والدولة لها قوانين ولها منفذين، فالدولة تستطيع أن تعمل كل شيء ولكن ضمن نظام وضمن ضوابط معينة. وهذه الضوابط والنظام هناك أكو نوع من حالات التشجيعية. على سبيل المثال هناك أسواق معينة ليست بأسواق مرخصة لبيع الأسلحة، لدينا أسواق مرخصة لبيع الأسلحة وعندنا أسواق غير مرخصة. الأسواق الغير المرخصة، الأسواق السرية مثل ما تسمى، إن كان السلاح بسعر معين تستطيع الدولة أن تشتري السلاح الزائد ضمن البيانات اللي طرحناها لغرض إكمالها، تشتريها بسعر أكثر. هاي تولد عندك نوع من التشجيع ومنع من الرفاهية لدى المواطنين والاستعجال في تجميع الأسلحة. وهناك طرق عديدة. الدولة دولة وما ممكن نسيانها، والدولة لديها أنظمة وقوانين، وهذه القوانين يجب أن تطبق على الجميع. فإن أردنا أن نمحو أو نمسح أو نلغي الدقة العشائرية يجب تنفيذ القانون، ولكن بدقة وبتعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية. نعم، خليني أرجع وياك شيخ غازي. اليوم الدقة العشائرية مثل ما جنابك ذكرت أصبحت تأخذ معنى آخر، منحنيات أخرى. هل الدقة العشائرية من أين أتت على العشائر العراقية؟ كيف اليوم نستطيع إيقاف الدقة العشائرية؟ من الجهة المسؤولة عن الدقة العشائرية؟ اليوم أغلب شيوخ العشائر هم قد يكونوا ضد الدقة العشائرية مع سيادة القانون، لكن مع الأسف نشاهد معارك تجري في الجنوب لمدة أيام. شوف أستاذ عمار، يعني موضوع الدقة العشائرية موضوع خطر جدا، جاء من خلال ضعف إجراءات القانون وتخاذل القانون وعدم اتخاذ الإجراءات الكبيرة والمؤثرة تجاه من يقوم بترهيب وترويع وتخويف وحرق منازل من المواطنين. مثل ما أشرت إلى جنابك الكريم، يعني سابقا كانت هي موجودة، هي مو شيء مستحدث، ولكنها كانت تعمل ضمن سياقات العرف العشائري. يعني كانت الدقة سابقا ليس بالبنادق وليس بالسلاح، قد تكون من خلال طرف ثالث يذهب إلى العشيرة المتخاصم معها وينقل وجهة نظر العشيرة، وبالتالي يعني إيصال رسالة. هذه الرسالة كانت تسمى شبه بالدقة، واليوم لكنها لكثرة السلاح المتوفر وعدم الرقابة وضعف القانون، وأيضا عدم الانصياع لأوامر شيخ العشيرة الذي أصبح في حيرة من أمره في هذا الجانب من خلال سيطرة الشباب. أنا أتحدث بألم وبشجاعة وبقوة، أقول هناك الكثير من الشباب يسيطرون على قرار شيخ العشيرة ويحجمون ولا يحكم في بعض العشائر مع كل احترام للعشائر. هذه هي ولدت عملية عدم قدرة شيخ العشيرة على التحكم في زمام الأمور، وبالتالي تحمله مسؤولية أخلاقية وعشائرية ووطنية، وبالتالي هو من يتحمل هذه المسؤولية. نحتاج مثل ما وضحت يعني الحكومة أن هناك
ماده 4 ارهاب لكل من يحاول ان يستخدم الدقه العشائريه او حتى يكتب الفلان مطلوب عشائريا، يعني حتى هذه اصبحت ضمن فقره 4 ارهاب، يعني هذه العقوبات يجب ان تكون صارمه وقويه وغير قابله للمساومه. يلاحظ هناك الكثير من الامور تكون تحت العباءه وتحت المساومات. نحتاج اليوم الى عدم ضعف القانون وان يستخدم ماده 4 ارهاب على كل من يحاول ان يروع وان يعمل على يعني خلط الاوراق وعمليه يعني خلخله الوضع الامني. نحتاج اليوم الى تكاتف كل الجهود الخيره سواء من رجال الدين، شيوخ العشائر، من يعني الحكومه، من كل طرف له مساس في السلم المجتمعي والامني ان يكون حاضرا ويضع له بصمه، لانه نحتاج الى توفيت الفرصه على المتصيدين. في العكس تعرف هناك من يتربص بالعراق شرا، هناك دول تتربص بالعراق قد تستخدم موضوع استفزاز وخلخله الوضع الامني لغايات ومصالح سياسيه. اليوم لا نريد ان تكون هذه يعني ان تكون العشائر طرف في هذا النزاع، لان نحتاج اليوم الى ان نضبط سياق عمل العشائر وفق القوانين التي كانت سائده سابقا. تعرف في قبل عام 2003 نتحدث بصراحه، كل من يطلق طلقه يحكم لمده سنه، يعني يعاقب بسنه سجن. لماذا اليوم لا نفعل هذا القانون؟ وليس قانون صدام حسين، هو قانون للعراق لضبط الامن في العراق. نحتاج ان تكون هناك قوه في عمليه استخدام يعني القوه لغرض تحجيم الاطراف التي تحاول ان تنفلت عن القانون وتكون هي بدل القانون الدوله وبدل القانون. نعم. نعم. دكتور، أشار نقطة الشيخ لها مهمة حول أنه عند إطلاق عيارات نارية وغيرها ممكن أن يكون هناك عقوبات بالسجن لمدة سنة أو غيرها. اليوم بصراحة شنو العقبات اللي ممكن توقف قدام الحكومة للضغط على العشائر في سحب سلاحها أو التدخل بصورة قوية لإنهاء الدقة العشائرية؟ الشيء الرئيسي والمهم تطبيق القانون وتطبيقها بحذافيرها، وتوجيه الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، وعدم التعاطف نحو المحسوبية والمنسوبية بهذه الأمور. ومن ثم يجب حصر وتشخيص الأسلحة في أماكن تواجدها. هذه إن كانت إن عملت فإن الدولة تستطيع أن تنفذ واجباتها بأسرع ما يمكن. ولكن طالما هناك برنامج خاص، وعلى علمي بأن للدولة حاليا هناك برنامج خاص في حصر السلاح، فهذا البرنامج معتمد على أسس معينة وعلى ضوابط معينة الآن يعملون عليه، وإن شاء الله في أقرب ما يمكن راح تنتهي. وإذا رجعنا وقلنا ما هي الأمور اللي قد تعيق عمل الدولة، نعم. ليست هناك أي شيء تستطيع إعاقة عمل الدولة. دولة وإلها قوانين وإلها منفذات، والجميع الموجودين هم تابعين لهذه الدولة، فيجب تطبيق القانون بحذافيرها بحيث يستطيع المواطن أن يحافظ على كرامته وعلى حريته ضمن الضوابط الموجودة أو ضمن الفقرات الموجودة في هذا القانون، واللي هي حرية الرأي وحرية الشخصية وإلى آخره. نعم. خليني أرجع بنقطة رئيسية لك شيخ غازي، نقطة هي قد تكون مثار للجدل وسؤال مهم: لماذا لا توجد دقة عشائرية في المحافظات الشمالية على غرار المحافظات الجنوبية؟ يعني خلينا نتحدث بصراحة. اليوم أنا لا ندب اللوم كله على المحافظات الوسط والجنوب ونحملها هذه المسؤولية. القبائل العراقية سواء في الشمال في الوسط والجنوب وكلها بنفس الأعراف ونفس التقاليد، ولكن بمستويات قد تكون أقل من مستويات في الجنوب وفي الوسط، وهذه يعني موجودة ولكن لا يسلط عليها الضوء في بعض الأحيان. ولكن في الجنوب في الوسط لكثرة هذه المشاكل، لكثرة الاختلاف والخلاف ما بين القبائل والعشائر، يعني جعلت من الدقة قد تكون هي سائدة على المستوى الإعلام ومستوى يعني السوشيال ميديا، وبالتالي نحتاج يعني اليوم نتحدث بصراحة. نعم موجودة في الشمال، حدثت في كثير من المناسبات وحدث الكثير من الإشكاليات، ولكن معالجتها تكون أسهل لأن هناك قانون صارم. في نتحدث القانون قوي في محافظات كردستان، يحاسب من يتصرف
عندما يخرق القانون. لكننا في الوسط وفي الجنوب هناك مجاملات. المجاملات يعني مثلا انا اضرب لك مثال استاذ، مثلا مدير شرطه في محافظه معينه وحدث نزاع ما بين عشيره مدير شرطه او عشيره اخرى، ماذا سيكون موقف مدير الشرطه؟ هل سيلجا الى القانون ام سينحاز الى عشيرته ويتعامل بالعرف العشائري؟ فهذه الازدواجيه هي اللي تجعل عدم ضبط القانون وتجعل هناك فسحه للمتصيدين في المال الاكبر فان يتمادوا اكثر. هذه اللي نعول عليها. طالما ارتدى الزي العسكري وحمل الرتبه العسكريه يجب ان يكون تحت علم الدوله، يعني علم الدوله يجب ان يحترم وقانون الدوله يجب ان يحترم بغض النظر عن الخلفيات العشائريه والقبائليه. لا نريد ان تستود القبيله على الوظيفه، يعني لا تسود او صبغه القبيله على الدوله وعلى المنصب، وبالتالي يفقد المنصب هيبته، يفقد المنصب قوته، ويفقد المنصب تاثيره. نحتاج اليوم ان تكون هناك يعني عداله في هذا الجانب لا تنحاز. وتلاحظ يعني هذه هي المشكله الكبيره، وبدات يعني وزاره الداخليه ووزير الداخليه السيد عبد الامير الشمري مشكورا بدا يعالج هذه الثغرات من خلال البحث عن مخرجات جديده، وبالتالي عدم بقاء المسؤولين الامنيين في مناصب مده طويله، وبالتالي عمليه تغييرهم ايضا هذه وحده من العلاجات، ولو تكون علاجات وقتيه ولكنها قد تاتي بنتاجها مستقبلا. ولكن الهم الاكبر ويقع على شيخ العشيره وعلى شيخ القبيله الذي يجب ان يكون يده بيد الدوله والقانون، ان لا يجامل، ان يعمل على تثقيف ابناء قبيلته بعدم اطلاق وعدم حمل السلاح. يعني تلاحظ في كثير من المناسبات، في الوفيات، في الاعراس، في المناسبات الوطنيه، تلاحظ السلاح الذي يخرج وكاننا في حاله حرب هي عمليه اطلاق العيارات الناريه بشكل سريع وكثيف، وبالتالي تكون خسائر بشريه. يعني حتى المرجعيه الدينيه يعني حرمت اطلاق العيارات الناريه وجعلت من يطلقها بمثابه يعني الكافر والمشرك له، وبالتالي لا يحترم الشعائر الدينيه والاعراف الدينيه. يعني هناك منظومه قيميه يجب ان نفعلها في المجتمع العراقي، من ضمنها المجتمع. نعم، راح ارجع لك بخصوص تفعيل الاجراءات شيخ غازي. خليني ارجع مع سياده اللواء. ممكن بعض تغيير المناصب، تدوير المناصب. لاحظنا في بعض الأحيان هناك معالجات من قبل سواء وزارة الداخلية أو الدفاع، حتى في المعالجات الأمنية، في تنقل بعض القيادات. يعني مثلا نشاهد مثلا بعض القيادات من المحافظات الشمالية تذهب للجنوب في محاولة للتدخل بصورة أكبر في إنهاء الدقة العشائرية، كون هذه القيادات ليس لها جذور في المحافظات الجنوبية، بالتالي ممكن تطبيق القانون بصورة أفضل من قبلها، والعكس هو الصحيح. تبديل القيادات بالوقت الحاضر لاحظناها يعني قليلة العمل، مو ذيك العملية الكبيرة. ويجب أن نعلم احنا جميعا بأننا عراقيين وتابعين لهذه الدولة، فالعمل أبو الشمال يعمل في الجنوب والجنوب يعمل في الشمال. يجب أن تكون هذه حالة اعتيادية مثل ما كانت عليه سابقا وفي كثير من الدول، هذه الحالة موجودة. أما بالوقت الحاضر عندما تحول قيادة معينة من منطقة إلى منطقة أخرى وليس لديه جذور أو توابع دفاعية له، فلا يستطيع العمل، لأن عملية تنفيذ القانون في بعض الأماكن نلاحظها ليست بالمستوى بالشكل الصحيح. هذا حسب رأيي. ويحتاج هناك الاعتماد على كيفية تنفيذ القانون والاعتماد على دور الدولة في تنشيط مثل هذه الأعمال. فالشخص العامل في دائرة معينة وهو من محافظة أخرى وهناك خصوصية خاصة لهذه المحافظة وتختلف عن ما يحمله هو من الخصوصيات اللي جاي بها، فنجد هناك يستطيع عمله حيكون
عمل محدد ولا يستطيع تنفيذها بشكل صحيح. وهذه مضروبة بالذات على عمل الأجهزة، على قيادات الأجهزة الأمنية الذين يعملون في مثل هذه المناطق. أما قسم من ولا ننكر بأن هناك قسم من القادة اجوا عملوا في مناطق خارج مواقعهم ونجحوا بها عن طريق نزوله إلى القاعدة الجماهيرية وتوليد التفاهم الخاص بينه وبين المواطنين في تنفيذ القانون. وهذه الحالة تكون هناك نوع من التبادل الثقافي بين كلا الطرفين في تنفيذ القانون وفي تنفيذ المهام اللي هو جاي بيه. نعم، يحتاج ضبط أكثر لبعض القيادات الأمنية، صرامة من قبل الحكومة. القيادات الأمنية قد تكون هناك بعض القيادات الأمنية ممكن أن تميل للعشيرة على حساب القانون. يعني مثلا على سبيل المثال شخص بموقع كبير ليس بموقع درجة أول، ولا نعتبره بالدرجة الثانية أو الثالثة، نعم، برتبة كبيرة، عقيد، عميد، يختال. يجب أن الدولة تستخدم صلاحيتها ليست بشكل بسيط. مو المتهم يحال إلى المتهم. صحيح بالآونة الأخيرة نجد هناك الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة، خلال 48 ساعة، خلال 3 أيام يلقون القبض على المجني ويحال إلى المحاكم ويحاكم بعقوبة يعني ليست بعقوبة هذا اللي انقتل. فإن كانت هناك عقوبات صارمة وخاصة في حالة تهديد المناصب القيادية، فأعتقد حسب توقعاتي وحسب ما نفتهم بأن هذه الأعمال تقل، وإن شاء الله تقل في الآونة القادمة. نعم، خلينا أرجع وياك شيخ غازي. اليوم نشوف الدقة العشائرية أو بدأت تأخذ منحى في بعض الأحيان. هناك نلاحظ ربط في بعض الأحيان في الجوانب السياسية. هل من الممكن اليوم الأحزاب بدأت تتخلخل داخل العشائر وبالتالي تعطي صبغة جديدة للعشائر العراقية، واختلفت بعض العادات والتقاليد، التداخل ما بين تلك الأحزاب وأيضا العشائر العراقية انعكس على موضوع الدقة العشائرية وحتى على موضوع حصر السلاح بيد الدولة؟ يعني بس مداخلة قبل ما أجيبك على هذا السؤال أستاذ عمار. نعم. من تلاحظ اليوم القانون ضعيف، القانون غير فعال. هي الدقة ليست دقة فقط في السلاح أو بالتجاوز. يعني لاحظنا في الفترة الأخيرة مع كل احترام لهذا الوصف اللي راح أتحدثه، مع كل احترام لضيفك وللمشاهدين الكرام، هناك دقة ناقصة من عدم احترام رجل القانون. لاحظنا البلوغرات والفانشستات عندما يتجاوزون على رجل المرور بالشارع، أليس هذه دقة ناقصة توازي الدقة العشائرية في اختراق القانون وعدم احترام القانون والتجاوز على رجل المرور ورجل الأمن وعلى الضابط وتمزيق الملابس وخلع الرتبة؟ هذه أيضا هذا هو التمادي اللي نتحدث عنه أنا وسيادة اللواء. هذا التمادي لما وصل إلى هذه الحالة، هذا يحتاج إلى قانون وليس إلى مجاملات. هذه مسنودة بظهر كبير، مثل ما هسه سألتني، مسنودة بظهر سياسي كبير يعمل على تغذية هذه الأخلاقيات وهذه السلوكيات من خلال احتضانه لهذه النماذج التي تعيش على فتات هذا المسؤول وبدأت تستفحل وتخلق نوع من الأزمة الأخلاقية والأزمة الغير موجودة في المجتمع العراقي. بالتالي يعني قد تكون هناك أيضا مثل ما أشار جنابك، هناك قد يتغلغل الحزب في بعض مفاصل العشيرة من خلال كسب الشباب، احتضان الشباب، احتواء الشباب، تغذيتهم. احنا حتى في عشائرنا تحدثنا مع الكثير، قلنا بأن من يذهب بهذا الاتجاه هو من يتحمل مسؤوليته الشخصية والأمنية، والعشيرة غير مسؤولة إذا ما تعرض إلى أي شيء، لأنه العشيرة غير مسؤولة في عملية يعني الدقة ولا تتحمل أي مسؤولية وعدم مساعدته في هذا الجانب. يجب أن نقنن هذا العمل، يجب أن تكون هناك ثوابت لدى العشيرة، ثوابت لا يمكن مغادرتها، ثوابت يجب أن نؤكد عليها.
ضوابط قيميه واخلاقيه واجتماعيه ودينيه يجب ان تكون هي السائده. اما عمليه من اذكر لك حاله من يمتلك المال اليوم والمال الفاسد والمال السياسي، وبالتالي يرتدي الزي العربي، يصبح شيخ عشيره، وهو يختار مجموعه من الاشخاص ويتسيد عليهم. هي هذه المشكله اليوم اللي بدات تتقاطع مع العشائر الاصيله، العشائر المحترمه، العشائر التي تريد ان تحافظ على منظومتها الاجتماعيه. بدا المال هو الذي يحرك المنظومه القيميه والاخلاقيه، المال السياسي الفاسد والثراء على المال العام. هذه هي المشكله اليوم اللي نعاني منها. نعم سيادة اللواء، اليوم مثل ما قال الشيخ الفساد المالي والإداري أصبح سمة بارزة في مع الأسف بالحكومة أو الحكومات المتعاقبة العراقية، بالتالي انعكس على الجانب الأمني والاقتصادي وعلى كل الجوانب. إيش قد ممكن اليوم أثر على الجانب الأمني على المؤسسة العسكرية؟ نسبة كبيرة، تأثيرها أثرت بنسبة كبيرة، وظهرت عندنا حالات الفضائيات مثلا سابقا ما كنا نسمع بها وما كنا نعتبرها بهذه الدرجة. وأيضا هذا الفساد الإداري حتأثر على عمل الأجهزة الأمنية وعلى تطبيق القانون. مخالف معين يلقى القبض عليه كدق عشائري أو أي شيء، بعد أن تقوم هناك مجاميع معينة إما بتهديد أو بدفع مبالغ معينة ويطلق سراحه ويخرج. فكيف حتكون هناك تنفيذا لهذه الضوابط اللي احنا بدنا نعمل عليها؟ إذن الفساد الإداري يجب أن تكون لدى الحكومة من ضمن برنامجها أولا النظر في الفساد الإداري. الفساد الإداري ليست فقط مشري في الأجهزة الأمنية، وإنما في كل عروق الدولة العراقية. إذن يجب أن نبدأ بكيفية تحديد من هذا الفساد، وهناك حيتان يجب معالجتها بعوامل معينة وكيفية إيقافها بعدم أكل العراق مما كان عليه في الوقت الحاضر. نعم، خليني أذهب بدقيقتين أو دقيقة مع السيد غازي اللامي قبل لا أختم البرنامج، بعدين أرجع لك سيادة اللواء. شيخ غازي، يعني بصورة سريعة، اليوم ممكن أكو ندوات، تعهدات، ممكن نقول تعهدات شرف ما بين العشائر حول حصر السلاح بيد الدولة، التقليل من الدقات العشائرية، محاولة لبعض العشائر من عدم تغلغل الأحزاب بها، الحفاظ على السمات العشائرية الكريمة والعادات التقاليد. أيضا شيوخ العشائر، مع الأسف هناك بعض شيوخ العشائر التي تدعي أنها شيوخ عشائر، ولكن في الحقيقة أصبحت السمة الشبابية كما ذكرت جنابك هي الطاغية أكثر، اندفاعا أكثر من الحكمة لدى السمة العشائرية. يعني في الفترات السابقة تكون هناك وثائق شرف وعهد وتوقيع عليها. أنا يعني لا أميل إلى هذا الجانب، أميل إلى الرجل كلمة وموقف. الرجل هو كلمة، ما يحتاج اليوم أنا أوثق هذه الكلمة حتى أجي أظهرها بالإعلام. اليوم التعاف والعمل، إن هناك آية تقول يد الله فوق أيديهم. أي كلام اليوم نتحدث به هو الله سبحانه وتعالى يطلع عليه ويطلع على أفئدتنا إذا كنا صادقين. ويجب اليوم أن نعمل على أن تكون هناك عملية تثقيف، عملية توعية، يعني حتى عملية زيارات ما بين قبائل العشائر الوسط والشمال، وعملية نقل الفكرة والاستفادة من ما موجود لدى القبائل من آراء وأفكار حتى نستطيع أن نطوق هذه الأزمة. بالتالي نعمل على مساندة القانون، مساندة الحكومة في هذا الشيء. نعم، أشكرك جزيل الشكر لانضمامك إلينا الشيخ غازي اللامي، خبير في الشؤون العشائرية. أشكرك جزيل الشكر لانضمامك إلينا. خليني أختم وياك سيادة اللواء، تقييمك اليوم للقوات الأمنية كخبير عسكري وأمني، إيش قد إحنا رايحين بالاتجاه الصحيح في فرض الأمن والقانون وفرض سلطة القانون وحصر السلاح بيد الدولة؟ إن شاء الله المسيرة حاليا مسيرة جيدة وتمشي، ولكنها بطيئة.
ولكنها وتمشي باتجاه الصحيح. وبرنامج نتمنى من الحكومة الإسراع في تنفيذ البرنامج حصر السلاح بيد الدولة، لأن هناك برنامج ولها معطيات معينة يجب أن العمل بها وتنفيذها بأقرب وقت ممكن إن شاء الله. الدكتور اللواء المتقاعد جوجة جهاد، مدير مركز كركوك للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الخبير الأمني لمحافظة كركوك، أشكرك جزيل الشكر لانضمامك إلينا. أيضا الشكر موصول للشيخ غازي اللامي الخبير في الشؤون العشائرية، كان معنا في تقنية السكايب من العاصمة بغداد. أيضا مشاهدينا الكرام، نبقى نحن من خلال القنوات الإعلامية وقناة كركوك الفضائية مع سلطة القانون، كافة الاحترام والتقدير لكل العشائر العراقية الكريمة، وأيضا يجب أن يبقى السلاح حصرا بيد الدولة والقانون. مستمرون معكم في برنامج بصراحة والمواضيع الأخرى القادمة. لكم مني التحايا عمار الصالحي وفريق العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.